لا باريس سان جيرمان طبعا انا قلتها ده عربي مع برضه، استاذ فهد ده لما قال لي لما هم بيهاجموا نادي النصر قلت له طب ما انت عندك باريس سان جيرمان عنده كل اللعيبه دي ولا عمرهم خدوا بطوله قاريه يعني، فبتهاجموا ده ليه؟ وانا طب ممكن اهاجم حضرتك؟ طبعا اسمحي لي اهاجمك؟ مش طيب. قوي ماشي، حاجه كده بسيطه. ليه اللعيبه وهي بتبطل رايحه الدوري السعودي ليه ما بيكونش في لعيب نابغه من اوروبا او من البرازيل بيجي يلعب في الدوري السعودي؟ قالتها مي قلتها الفلوس يبقى قلتها واستاذ فهد زعل مني. لا معنى كده ما يزعلش، ما هو زعل مني قلت له خليني مهنيتي هتمنعني ان انا اقول لك لا الناس جايه الواجهه الاولى لاي لاعب هي الفلوس. يا فندم معنى ذلك ان الدوري بتاعك مش قوي زي ما انت بتزعم. لا هو قوي، لا بس مش زي ما انت فاهم. هو قوي معلش قوي جمهور. ولكن خلينا الحقائق ما نشككش فيها. لا ماشي، لا لكن هم دوري قوي جدا 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 وليه متفرق. بقول لك ايه، الجمهور السعودي مش قادر اقول لك كرويين بطريقه لا 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 وبيتابعوا دوري انجليزي وايطالي لا ماشي بيتابعوا الدوريات دي كلها بس حلو. انت بتصنف نفسك انت عندك جمهور واعي كرويا. عناصر احنا بنفتقدها يا فندم. الجمهور مثلا لما يبقى موجود في الملاعب عندنا ده جزئيه، ان الملاعب تبقى كويسه ده جزئيه، ان الكاميرات اللي بتنقل ده جزئيه، ان نوعيه التحكيم والفار اللي موجود ده جزئيه. بص دكتور ابراهيم كابتن محمد بيقول الناس دي ما صدقت طلعت. لا احنا ما انتوا مش هقول انا مش هجمعني معاكم، لكن انتوا في ناس كتير جدا ما كانتش مسلطه ضوء على الدوري السعودي. انا بتكلم على الدوري السعودي بقالي 5 سنين. لا ما كانوش مش موجودين وطلعوا. لا دول ابطال اسيا يا كابتن محمد. لا دول ابطال اسيا. يعني انا طول عمري بتكلم على الهلال، حجم اللعيبه اللي موجوده في الهلال قبل قدوم رونالدو، لا اسامي وارقام واللي جاي من تشيلسي واللي جاي لا عاوز اوضح بس الكابتن عاوز اوضح لكابتن محمد حاجه بس. القصه مش قصه فلوس بس، لان القصه لو قصه فلوس طب ما الدوري الاماراتي معلش هم ابدعوا في كاس العالم. هم كانوا يقدروا يكسبوا البرتغال الارجنتين. انا اسفه يا فندم الكاميرون برضه كسبت الارجنتين قبل كده. عاوز اقول يا مي بس انت بتقول مش قوي. ايوه مش قوي. مثلا انت عندك الامارات وانت ادرى الناس بالامارات. الدوري هناك زي الدوري السعودي؟ لا طبعا استحاله. لا وحجم الانفاق لا بس مش زي ده لا كابتن محمد انت ما جربتش تقعد في المدرجات في ماتش؟ مفيش ماتش عادي يعني، مش ماتش زينا مثلا وفي بطوله ورايحه بطوله افريقيا. لا ده مفيش، بيبقى المنظر كده زي اللي ورايا يا فندم. مفيش الا الاتحاد، النصر، الهلال، الاهلي ساعات، بس ادي الاربع انديه اللي بيجي لهم جمهور. طب انت عايزهم يعمل لهم اكتر من كده؟ يعني على الاقل عندهم 4، احنا عندنا ناديين بس، ناديين وبيقتلوا في بعض. معلش صح على الصفقات ونقعد على السوشيال ميديا نعمل. لا في انديه كتيره عندنا، في انديه كتيره فيها جمهور بس يفتحوا الجمهور. طب وانت بتهاجمهم ليه يا كابتن محمد؟ لا انا مش بهاجمهم، انا مش عايز ادي الحاجه اكبر من حجمها. لا طبعا يستحقوا لان هم عندهم ميزانيه وعندهم ملاعب وعندهم اللي يخلينا احنا نتكلم عليهم بالطريقه دي. لا صندوق الاستثمار مش الانديه اللي بتدفع. مش مشكلتي علوا من قيمه الانديه ولا لا يا كابتن محمد؟ لا ما اسمعش. لا ابدا ابدا. حتى يا ريتنا احنا عندنا زيهم حد يعمل كده ويجيب لنا لعيبه. ايه يا دكتور ابراهيم قول حاجه. لا مش بس معاك. انا بكلمك على دي سياسه. لا ده جمهور قوي جدا. معلش انا عارفه بقول لك ايه، انا جمهوري في السعوديه عامل ازاي. لا كروي ومثقف. لا انت ليكي جمهور في السعوديه. وجمهور مش غلط. لا انت شاطره وليكي جمهور في السعوديه. ماشي. لا بس لما نتكلم على غلط، بس برضه في اللي فيه المكايدات دي موجوده بين ولكن بحدود. ايوه بس في ولكن بحدود. لا ده موجود. لما الهلال بيكسب النصر يعني موجود بس ولكن بحدود. عارف ولكن بحدود مع احترامي اللجنه المنظمه للحكام بتجيب حكام شاطرين، بتجيب اعلى حكام. ليه؟ عشان منع الوقيل والقاع. انا ماشي. الملاعب، الحكام، الفار، التقنيات، الجمهور. انت غيران منهم. ايه؟ غيران. مش عيب. غيران. انا عايز بلدي تبقى رقم 1. مش عيب يا فندم. يبقى ناس انا ببص لبلدي. انا ببص لبلدي. انا لما كنا بنلاعب السعوديه في وقت من الاوقات يا فندم نغير بايه؟ يا فندم نغير من ايه؟ من اول مسؤول في اتحاد الكوره يا فندم. ده الناس دي كلها عايزه كل الكوره اللي في مصر ومسؤولين عن الكوره في مصر كلها تتشال. ليه؟ عشان يبقى الكوره من اولها شغاله صح. والحكام عندك عناصر كتير جدا جدا محتاجه اعاده. انا كلمت في الاحتراف ده قبل كده وفي ناس زعلت مني فخليني ساكت. وانا اتكلمت فيه قبل كده سنين معاك هنا، وانا برضو في ناس زعلت مني. لا احنا مش عايزين نزعل حد. انا على طول ولكن يا جماعه مالكم النهارده. يبقى اللي احنا فيه ايه دلوقتي؟ برضه سطلانه. بس انت مش واخده بالك. ده انت مش قادره اقول لك. انا نفسي اقول الكلمه دي يعني ضدها، بس نفسي اقولها على الناس اللي في الكنترول. سطلانه. في سطلانه كتيره جدا في حياتنا والله، اللي محتاجين فوقان. طب خلينا